3, 2, 1. السلام عليكم اصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة عالم شيماء المبدع. النهارده جايه لكم بفكره مشروع، فكره فيديو مشروع جميل جدا جدا جدا، يعني جامد من الاخر بصراحه. النهارده فكره مشروع يعني ممكن يعني تعمليه في بيتك وانت قاعده في بيتك وتكسبي منه ذهب 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 بجد بصراحه يا بنات. وكل حاجه مع الاستمراريه والصبر. وان شاء الله فكره النهارده بسيطه جدا 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 وبخامات بسيطة جدا جدا برضو، وما هيش مكلفة خالص. تعالوا بينا ندخل مع بعض في المشروع والحاجة الجميلة اللي احنا هنعملها دي. بس في البداية ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا بنات ما تنسوش تشتركوا في القناة وتكملوا الفيديو للآخر، وتشتركوا في القناة وتحطوا اللايك علشان خاطر يوصل لكم كل جديد، وتشاركوا الفيديو بقى مع أصحابكم علشان عيلتي تكبر بيكم اكتر واكتر. فكرة مشروع النهاردة يا بنات او فكرة خامات النهاردة هنحتاج خامات بسيطة جدا جدا جدا. انا جبت شريطين ستان، كل شريط متر، تمام، كل شريط متر، وجبت شريط دانتيل متر برضو، تمام. زي ما انتوا شايفين قدامكم كده يا بنات، انا حطيت الشريطين على بعض وحطيت الدانتيل عليه كده. بس يعني ايه، وانا بخيط على المكنه ما الستان كان بيتزحلق من بعضه، فانا حبيت ان انا ايه اثبتهم الاول بالدبابيس، تمام. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات يا حبايبي، انا بقيت اثبت الستان والشريط الدانتيل بالدبابيس. طبعا احنا هنفتح منه مشروع وهنعمل منه حاجات جميلة، تمام. يبقى لازم نعمل ونظبط شغلنا، اهم من الشغل تظبيط الشغل، تمام. انا بدأت بقى لما لقيته وحش كده على المكنة وبدأ ان هو يتكسر مني ومش مظبوط، فانا بدأت بقى ان انا اظبطه الاول بالدبابيس، وبدأت ان انا اخيط على المكنة. بالله عليكم يا بنات ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشيروا الفيديو لاصحابكم علشان خاطر يوصل لكم كل جديد. ظبطت كده انا الشريط كله بالدبابيس وظبطته وخليته ما شاء الله مية مية مع بعض، تمام. بدأت بقى ان انا اخيط واحدة واحدة بالراحة خالص على المكنة، واشوف برضو اخلي بالي برضو من الدبابيس، وواحدة واحدة خالص. ما تنسوش يا بنات تحطوا اللايك والاشتراك، يعني في مفاجآت قوية جدا جدا جدا، فيديوهات محضرها لكم قوية جدا، يعني من العيار التقيل زي ما بيقول، تمام. شوفوا كده انا بدأت امشي واحدة واحدة خالص اهوت، تمام. وظبطت الشريطين الستان والشريط الدانتيل مع بعض، وخليتهم الاتنين ماشيين في اتجاه واحد واتجاه مستقيم، ماشي لحد هنا، تمام. قمت رايحة بقى انا عاملة حاجة جميلة جدا جدا كمان يا بنات. يعني جاتني كده فكرة وانا بخيط الستان كده وبعمل التوج. انا كنت محتارة بصراحة ان انا هزوقه بايه، مش عارفة، يعني كنت محتارة لسه هزوقه بايه. جاتني فكرة جميلة، انتظروا معايا بقى لاخر الفيديو علشان تشوفوا التزويق كان ازاي، ما شاء الله حاجة تحفة. وانا عايزاكم بقى تكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم بقى في الحاجة الجميلة دي والتحفة دي. كده احنا خلصنا الستان او الشريط، عملناه كله مع بعض. عملت ايه بقى؟ جبت شريط دانتيل تاني وفتحت الستان كده، وعملت برضو من الشقة التانية، يعني بص خلف خلاف كده، عملت واحد من الشقة دي وواحد من الشقة دي. شوفوا انا بقول لكم يا رب تكون كل حاجة واضحة معاكم. انا ما حبيتش ان انا اقص كل حاجات دي حاجات بتفيد وبتفيد المبتدئين، وان شاء الله تعملوا كل حاجة يا رب، وربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب، اللهم امين. ونعمل كده ونعمل منه كميات. وكمان في كذا حاجة انا كنت عاملاها على القناة قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت. ما شاء الله منكم ينفع، يعني مشاريع جامدة جدا جدا يا بنات، منكم ان احنا نكسب منها، ومنكم ان احنا يعني لو اي واحدة مثلا يعني بتدور على فكرة مشروع قاعدة في بيتها او كده، وهي في البيت يعني بتربي الاولاد قصاد شغلها في البيت وكده،
تلاقي يعني ايه المشروع ده وتاخده، وكل حاجة مفيدة جدا جدا. انا بحاول على قدر الامكان ان انا اقدم كل حاجة مفيدة وكل حاجة سهلة، وان شاء الله في فيديوهات تانية جميلة جدا جدا جدا. وانا حاسة ان انا برغي ياما كتير كده، بس ايه انا حابة ان انا افيدكم كلكم ان شاء الله يا بنات، لان انا بصراحة بحب ان انا افيد كل حبايبي وكل اصحابي وكل اللي ان شاء الله تشتركوا في القناة يبقى انتوا عيلتي، وان شاء الله يعني كلنا نعمل مع بعض، وكلنا يا رب اللهم ربنا يرزقنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. تمام. كده انا بدأت ان انا احط الشريطين مع بعض كده واقفلهم، وانا قفلت كده الشريط كله اهو. تمام. هبدأ بقى ان انا اقلب الشريط ده. انا عايزة بقى الوش بتاعه، مش عايزه انا بقى الخلفيه دي، لا انا عايزه الوش بتاعه الجميل. يعني انت هتشوفوا هتنبهروا بجد يا بنات، هتنبهروا انبهار جميل جدا جدا لما تشوفوا لما ينقلب كده حاجه جميله جدا. بس هو يعني ايه تعبني شويه في القلبان، يعني كان محتاج منكم الستان يكون اعرض من كده شويه، بس انا كنت حابه المقاس ده. لو انت صبوره ويعني انت حابه المقاس ده تمام زيي، اتفضلي اشتغلي. انا بدات واحده واحده كده خالص ان انا اقلبه، بس هو علشان كان ضيق منكم دبوس رفيع خالص وتقلبي بيه. انا بدات واحده واحده كده ان انا اقلبه واشد بالراحه. ايوه اقلب واشد كل حاجه مبينه في الصوره قدامكم، كل حاجه. يعني ما حبيتش ان انا اقطع الحته دي بالظبط علشان خاطر تشوفوا بقيت. ايوه ادخل حبه واشد لحد ما خلصت الشريط بحاله. شوفوا، لا ما شاء الله جميل جدا جدا جدا، حاجة جميلة، حاجة أنيقة، حاجة فوق الخيال. أنا بقى قلبته كده وظبطته وكويته كمان بالمكوة ومشيت عليه المكوة، وجبت حتة أستيك يعني يجي 25 سنتي، وبدأت ان انا ادككها كمان يعني ايه دككتها كلها. ولما لقيت الاستيك دخل معايا يعني ايه كان بيسحب معايا يخش معايا جوه خالص، بدأت ان انا ايه امسكه بدبوس من بره او حاجة او بمشبك كده. تمام. خلصت انا ده كيك الاستيك كله، وحبيت ان انا اعمل فيه الاستيك ايه زي خطين كده في النص في التوكه كده، يعني إيه زي خطين كده ان هما ايه معلمين الاستيك بحيث الاستيك لا ينجلب ولا ايه يتحرك في التوكه. فقمت رايحه انا عامله ايه، قمت رايحه جايبه ماشيه بالمكنه عليه خط كده طوالي، خطين كمان قصاد بعض كده طوالي بالمكنه. شوف اهوت. وعلشان الاستيك كان بيتمط معايا جدا، فانا بدات ان انا امط من ورا وبمط من قدام. وكده انا عملت حته اللي هو ايه مشيت عليه بجنب، وعملت برضو الجنب التاني، يعني عملت حته من الطرف ده وحته من الطرف ده. كان طبعا بيكعمش مني خالص، بس انا بدات ان انا ايه اشد من ورا، وبدات ان انا ادوس على دواسه المكنه كده واخيطه. ما شاء الله حاجة جميلة جدا جدا. ولو انت حابة ان انت تستغني عن الفكرة دي او الخياطة اللي في النص بتاعت الاستيك دي، ممكن ان انت تستغني خالص، ما فيهاش اي مشكلة. بس انا حبيت ان انا اعملها علشان خاطر الاستيك مثلا ما يلفش او ما يعني ايه ما يبرمش مني في قلب التوك، علشان تفضل ملفوفة كده ومفرودة كده وجميل. تمام. ده كان كل مقصدي. بس لو انت مش فارقة معاكي فخلاص ما فيش اي مشكلة، ما فيش اي مشكله، ما تعمليش الخطين دول. تمام. انا كده ظبطتهم كلك وخلصتهم. قمت رايحه بقى ايه قفلت التوكه من الجنب ده ومن الجنب ده. شوفوا التقفيل ما شاء الله، وحاجه جميله جدا جدا جدا. وطبعا احنا قلنا اهم من الشغل تظبيط الشغل. اي خياطه اي خيط طالع اي فتله طالعه اي بتاع كنت طبعا بظبطها وبقصقصها. هنزوقوه بايه؟ تعالوا بقى نشوفوا المفاجاه الجميله جدا 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 دي. من ناحية التزويق انا عملت ايه؟ تعالوا بصوا معايا. جبت شريط ستان من نفس شريط الستان اللي انا عملت بالتوكة، وعليه حتة شريط تنطيل. انا كنت هحط بصراحة اي لعبة كده من اللعب دي، بس انا حبيت ان انا ايه اديله رونق وحاجة جميلة وحاجة جذابة كمان. تمام. قمت ريحة انا جبت الابرة وعملت الستانة دي وعليها الدنطيل، وجبت الابرة ولضمتها برضو بالخيط
تمام. هو اصلا كده ايه الخيط مش باين. وهعملها هبدأ اعملها على ايه، على الإبرة، على ايديا بالابرة. طبعا الشريط الستان ده كان حوالي 25 سنتي، هو والدانتيل ده كان حوالي 25 سنتي. تمام. انا بدأت بقى ان انا اخيطه واحدة واحدة، والخياطة تكون مظبوطة وبشكل جميل كده. تمام يا بنات، شوفوا اهي قدامكم اهي كل حاجة. دي طريقة عمل وردة بسيطة جدا جدا جدا، يعني وردة بصوا بسيطة جدا جدا يعني الوردة دي. بدأت ان انا اخش واطلع اخش واطلع اخش واطلع لحد ما خلصت الشريط كله معايا. وقمت رايحة بقى لمهم على بعض، وبالولاعة او يعني ايه الابرة حتى كمان. قمت رايحة ايه مخلصاهم كده ولازقاهم في بعض. بدأت ان انا مثلا اجيب طرف الخيط من الناحيه دي ومن الناحيه التانية كده، وربطتهم في بعض كده بقى ربطه جامده يعني جامده. وبدأت بقى ان علشان ما خاطر الستان برضو ما يبانش معايا كده ويبقى شكله وحش، وما يكونش مدي حاجه معايا كده ذو قيمه وذو جوده عاليه. فان انا جبت الولاعه، وان انا ايه بدأت ان انا امشي معاه ولزقت الشريطين الستان كده في بعض كده. هتبان قدامكم اهو. بس انا حبيت ان انا اظبط كل حاجة، يعني الخياطة تبقى جامدة جدا اهوت. تمام. شفتوا بقى الحتة دي بقى انا مسكتها كده ومشيت عليها بالولاعة. طبعا الستان لما بيسخن اسفة يا بنات، لما الستان بيسخن بيلزق في بعضه. تمام كده انا ظبطت الوردة بتاعتي كده اهوت، وشكلها جميل جدا جدا. شفتوا بقى الحلاوة. انا كنت هحطها باللعبة، بس بصراحة دي طلعت حاجة تحفة، حاجة قيمة، حاجة لما تحب ان انت تبيعي الواحد ب40-50 جنيه ما الزبونة ما تقولش معاكي لا. ده يعني حاجة واخدة شغل، واخدة دانتيل، وواخدة شغل على المكنة، وواخدة ما شاء الله حاجة جميلة جدا. تعالوا بينا كده. انا لزقت التوكة اهوت الوردة الجميلة اهوت. وحبيت ان انا ابين لكم هنا بالظبط في الاضاءة الدافية دي. وشفتوا الشغل يا بنات، شفتوا الخطين كمان اللي معمولين على الاستك، ما شاء الله جميل الزين يا بنات. وقمت لاحقه لازقهم. الشمع كان فيه حاجه كده سمار كده مش عارفه كان ايه، بس هو اتدارى معايا مفيش اي مشكله. جبت انا الورده الجميله دي وحطيت فيها الالمازه دي ولزقتها هنا كده، ودي تحفه فنيه جميله جدا جدا جدا. وما تنسوش يا بنات تكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في الحاجة الجميلة دي، وايه رأيكم في الشغل الجميل بتاعنا ده. واهم من الشغل تظبيط الشغل. ظبطنا الشغل وخليناه ذو رونق وجودة عالية. وشوفوا المطة كمان بتاعته، مطة جميلة جدا جدا، مش ضيق، مش اللي هو مبهوأ، لا حاجة جميلة وحاجة مظبوطة وحاجة ممتازة ذو قيمة بجد. مستنية منكم تعليق حلو كده منكم. ويعني مش عارفة بصراحة اقول لكم ايه اكتر من كده. يعني الفيديو غني عن اللي انا هقوله كله. واسيبكم مع التحفة الفنية دي، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.